السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ دلوقتي طبعا هعرفكم على الحاجات اللي انا جايبينها، وايمان معايا في الفيديو هتتكلم، بس انا هتكلم الاول وهقول لكم الحاجات ايه. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير واحسن حال. النهارده فيديو جديد، فيديو طخ 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 طخ، فيديو ضرب نار. هنعمل ايه بقى؟ كفتة الحات يا روج، كفتة الحات يا روج، اجمل كفتة كده. تمام؟ يلا بقى، عايزين لايك، عايزين لايك وشير عشان يوصلكم كل جديد باذن الله تعالى. تعرفوا كده يا ايمان؟ يلا يا حبيبتي، مش عايزه تتكلمي؟ يلا يلا يا ايمان. كزبرة. اي النهارده ان شاء الله باذن الله ايمان بتسلم عليكم اهو، وهنعمل احلى اكله واحلى تتبيله عندنا هنا وبس ان شاء الله. يلا بقى كده، ايمان هقول لكم التوابل بتاعتنا يا ايمان. يلا حبيبتي. توابل. توابل فلفل اسود. دقيق. تمام. شطة. استني، هي قالت فلفل اسود وقالت دقيق وقالت كمون وشطه قالت. ايه دي بقى؟ كزبرة. وايه بقى الرز؟ معلقتين رز. معلقتين رز، ما نكترش. عندنا اللحمه الضاني بتاعتنا المفرومه. تمام. احلى لحمه كده ان شاء الله باذن الله بتاعت العيد. ايمان ما بتاكلش اي لحمه. عندنا هنا ايه بقى؟ الخضار، بقدونس، على ايه تاني يا ايمان احنا عملناه؟ على شمار. تمام. عندنا هنا البصل، اهم حاجه البصل الزرع وكده. طبعا ده كله مع بعض هيتخلط ايه في المخرط. عندي ايمان ومروه بيتخلطوا مع بعضيهم. صلوا منك لله. هنبدا ناخد ده كله مع بعضينا على المكنه ان شاء الله، مش بكبه ولا اي حاجه، على المكنه وهوريكم. طبعا انا قلت لكم انا هنزل فيديوهات على الزمن القديم بتاعنا ان احنا مش هنستخدم اي حاجه. طبعا اللحمه دي يا جماعه عشان ما تعككش معايا في المكنه، استخدمت ايه بقى؟ ايد الهون. واستخدمت ايه بقى؟ البتاع ده اهو. هنعمل 7 يوم. لا مش هنعمل سهل، احنا هنستخدم بقى الحاجات اللي احنا ايه كنا نستخدمها يعني بدري وكده. تمام. طبعا احنا هننزل دي كلها ببعضيها بس ما عدا الدقيق، عشان هاخد الخلطه دي برضو للايه بقى؟ الممبار. هنعمل ممبار مع بعضيها، بس مش الدقيق، مش هيتاخد الدقيق معانا. تمام. مش هناخد اي حاجه غير دول. هندوب كده اهو التوابل بتاعتنا اهي. الملح في الاخر. يا ريت ما كسفتينا. لا مش هكسفك يا اختي، انت لسه ما اتكسفتيش. يلا بقى هنحط بقى كده شويه من دي وشويه من دي. نحط اول حاجه ايه؟ البصل. ايه يا جماعه؟ هات يعني الملح صور بس. اقفلي كده، هنقفل كده وهنرجع لكم كمان مره ان شاء الله. ماشي. قفلتي؟ بس. يلا بقى كده هنبدا ايه؟ نفرم ان شاء الله باذن الله. ايه يا جماعه؟ اهو. خلي التليفون كده. لازم نجيب المطر. شيلي ايدك دي. طبعا نحط شويه شويه اهو. استر اللي بتستر. المركب كل ما يكون المركب عليها 2 بتغرق، وانا عندي 2 هنا هيغرقوني. يعني مش هتطلع ليه؟ شكلي كده فكرتك باظت. السكن ده هيطلع. هيطلع ميكانيكي. يطلع ميكانيكي. هتطلع هي ولا لا؟ تشتغل لازم تعمل معاك. يلا بقى.
خلاص كده اهو خلصنا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، حاجه جميله جدا جدا جدا. تمام. عايزه اقول لك على حاجه دلوقتي، الميه اللي هتنزل من المكنه دي تكبيها بقى، دي تتصفى. يلا بقى في الاول بقى هنعمل ايه بقى؟ ما خلصنا هنكب البيكنج باودر عشان تبقى ايه، فانشه معاك وكده وحلوه، مش كبسه يعني. عايزه تحط الكيس كله ما فيش اي مشكله، واصلا كده المفروض معلقه الكيس ده. لو عملناها كده هتلاقي هي حجمها يعني حجمها قد طبق، قد معلقه بس. طبعا عايزه اقول لك على حاجه، هتقرفي وكده البسي جلافز لو انت والعيال اللي جوزك، مفيش اي مشكله. عشان بس اللي تقول يا يبي اهو مفيش جلافز، لا يا حبيبتي، طول ما الحاجه بتاعه البيت وحاجتك نظيفه اللي ننسي الموضوع ده. وبعدين انت كمان عايزه اقول لك على حاجه، ده هيدخل على النار وعلى الزيت، فبصي اي حاجه هتجيلي كده وهتبقى جميله يعني. يلا بقى هنبدأ نقول من الشكل كده. احلى كفتة حياتي دي ولا ايه؟ تمام. بدون تكلفة، بدون اي كبة ولا حاجة. كل شوية مشاكل الكبة، الكبة باظت، الكبة مش عارفة ايه. النهاردة مفيش المشاكل دي بإذن الله، وهتعملي يطلع بصوا حاجات جميلة. ده كمون عشان ما حدش يقول ايه الاسود ده يا جماعة كمون، ده كمون اسود. تمام اهو. ده بقى بيعمل ريحة للكفتة الحاجة، وبتبقى جميلة، عفوا بتبقى جميلة جدا جدا جدا. اهو كده خلاص. تحطيها في كيسة وتجمديها في الفريزر، او تبدأ ايه بقى تكيسيها في اكياس من الاكل، تقسميهم يعني، وتاخدي منها من الفريزر بالطلب بدل ما تسيحي الكيس كله يعني وكده. وعلى فكرة انا بعمل كده يعني. تمام اهو. اخر قلاطة واخر جمال يا ست لوزة. ومن النهارده باذن الله مش هتاكلي الا الكفته في بيتك، حاجه مضمونه وحاجه نظيفه. تعالي نشوف كده الشكل اهو. بقطعها كده كبيره وشويه دقيق وتعمليها كده. طبعا انا في الوقت رحت في المطبخ وعملت جنبها حمام وممبار.